البارحه رحت اكو 12 يوم صار لي اراجع ببيت تجاوز. البيت التجاوز موجود بحي الامام الصادق الثاني، قرب اعداديه الزراعه بالديوانيه. هذا اكو شخص متمركز هناك عنده بيت دبل فاليوم وسياره برادو، يبني بيوت تجاوز ويبيع بيها. يحصل جاي باسماء وهميه، يحصل شو اسمه اوراق من المسؤولين اللي بالمحافظه. رحت عليه صار له 12 يوم يريد البيت ب4 ملايين، هو مكون عن غرفه وحمام ومطبخ. قلت له يابا انا بالنسبه لي ما عندي، قال ما يخالف تعطيني مليون المقدمه والباقي تقسيط. قلت له انا ما دبر غير 700,000 دينار، هذني ملكيتي كلهن، عندي 500 و200 من جماعتي من اصدقائي لموا لي اياهن. يابا ما عندي واترجاك، وانا هاي من الايجار تريد بيتها من عندي، ويوم 5 بالشهر تطردني. قال لا انا بالنسبه لي ما اعطي هيك سعره الا مليونين، وروح شو تريد تسوي سوي. فاضطريت بان اكسر الباب واطبن، لان ما عندي مكان اللي اقعد بيه، حاليا غراضي بالشارع. زين؟ قلت لهم يابا انا راح اطبل البيت بالقوه. طلع هو قال لي انا بالنسبه لي ساندني حج جبير رئيس مجلس الديوانيه، لان انا جبري وهو جبري، وهو جاي يعطيني الاوراق وانا ابني بكيفي. هذا رابع خامس بيت يبنيه وجاي يبيعه على الناس. زين؟ والناس اللي ما عندها فقره شو تسوي؟ وين تروح؟ تتجه للتجاوز، تتجه لاي شيء، لان الدوله ما جاي توفر سكن للمواطن. اذبن وفروخي واحد من فوق الساعه، انتحر انا وفروخي، ولا ارجع للبيت واخلي المرأة ام البيت ام الايجار تريد بيتها من عندي. ابوي يريد يشمرنا من فوق، يريد مسكن نعيش بيه والاهالي حيبطلون من المدرسه وما اشوف بعد المدرسه. ما طلبتنا نريد بيت مسكن لنا انا وابوي وامي واخواتي.